السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي اللي وقفت فترة طويلة، فترة الأجازة. حتى الواحد نزل كام فيديو قديم كده، ولكن يعني ما كانش فيه كونتاكت خالص في الثلاث أسابيع والفترة اللي فاتت، عشان طبعا دي الوقت في الأجازة. يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا محققين مكاسب كده والدنيا كويسة، ومش هاممكم التذبذب اللي بيحصل في السوق. وزي ما قلنا ان دايما الاستراتيجية اللي انت بتحطها للتداول بتاعك هي اللي بتخليك مطمن، سواء السوق طالع سواء السوق نازل سواء السوق المعرض. انت كده كده عندك هيكل للاستثمار بتاعك، هو ده اللي انت يعني بذلت فيه مجهود. وانس البداية كانت امتى؟ يعني انت قررت تبدأ من النهارده، من امبارح، من بعد 10 ايام، بعد سنة؟ انت كده كده عندك استراتيجية واضحة انت ازاي مقسم محفظتك ما بين التداول اليومي والاسبوعي والشهري والسنوي، وما بين جزء من السيولة ما بيدخلش غير اوقات معينة، وتقسيمة الاسهم نفسها بين الاسهم اللي هي زي ما نقول تقيلة ومتقلة المحفظة بتاعتك، وبتخليك ما تجريش ورا الاسهم، وممكن تكون تقيله او رخمه شويه، زي ما احنا شايفين دلوقتي في ركيم او اسهم المؤشر بصفه عامه، في ركيم وموبكو وايديتا وايبيكو واسهم وكونستراكشن، اتصالات، ابو قير، طلعت، تجاري. كل دي اسهم متنحه زي ما بنقول بلغه السوق كده بقالها كتير، لانها يعني مهديه عشان تاخد زخم تقدر تكسر بيه المقاومات بتاعه المؤشر القويه. لان مهما كان احنا بنقول احنا ما بنشتغلش فني او انا ما بشتغلش فني او على المؤشرات بتاعه الفني، ولكن المؤشرات بتاعه الفني بتشتغل عليها صناديق ومؤسسات، سواء مصريين او عرب او اجانب. لما ارقام بتتكسر هم بيخشوا فني او تكنيكال فقط، زي مثلا مقاومه 52 800 للمؤشر اللي هي محوريه وكتير قوي بيتكلموا عنها، والسوق دلوقتي شايفين معرض تحتها بقاله جلستين، ومستني الضوء الاخضر ان هو يكسرها، لان زي ما قلنا لما كسرها ورجع رد من فوقها من عند 53 نزل تحت تاني، بتبقى لازم الكسره دي تكون عنيفه شويه، كسره بقى ام 600 نقطه و800 نقطه، المهم ان احنا ايه نبعد عنها شويه. فالسوق معرض دلوقتي تحتها، ومعرض معاه كمان معظم الاسهم القياديه واسهم المؤسسات. وقلنا دايما ان شهر 6 بيكون شهر مريح وبيع وكده، وشهر 7 بيكون بدايه تكوين مراكز في اسهم المؤشرات والقيادات. عشان كده قلنا الاسهم والمؤشرات والقيادات في الفتره 6 و7 دول هي دي الفرصه انك تقدر تبني فيهم مراكز لفترات قدام، 3 شهور و6 شهور قدام. زي اللي عايز يشتري في كونستراكشن، اللي عايز يشتري في الاسمده، اللي عايز يشتري في الاسمنتات، اللي عايز يشتري في بعض الاسمده، الاسهم اللي هي ادويه زي بس مش مضاربه زي ايبيكو، وهكذا. يعني الاسهم دي بتبقى مريحه او معرضه لتكوين مراكز من المؤسسات والافراد ذوي الماليه الكبيره. بعد كده بيحصل اختراق والاسهم دي بتجري عشان تجري المؤشر. احنا بنقول ان المؤشر ان شاء الله ممكن يوصل 60 و65 الف ممكن بنهايه السنه، فالزخم ده لازم بيجي من هذه الاسهم. ولازم يكون معاك من الاسهم دي، حتى لو انت شايفها متنحه او ما بتطلعش لازم تكون معاك، ولازم ما تزهقش منها. ودايما بقول ان مش ده السهم الفلاني والعلاني وكذا وكذا وكذا، مش دي الاسهم اللي تقعد تبص عليها كل يوم وتقول ده السهم طلع قرش ونزل قرشين. اكت فاينانشال، رميده، بنيان، ايديتا، دومتي، الاسهم دي لو قعدت تبص عليها كل يوم هتجيب لك الضغط والسكر. ليه ما بتطلعش ما تتحركش وممكن تطلعوا ترجعوا؟ اكت فاينانشال اللي بيعرف يلعب معاه تريدات جميل جدا، يعني تبيع عند المقاومه وتشتري فعلا عند الدعم. كان متنح عند 72 دلوقتي عند 92، قلنا عند 92 بيع وانزل اشتري تاني قرب ال 70، والراجل ما كدبش خبر وراح عند ال 90 وبعد كده نزل تاني عند ال 70، وهكذا. يعني انا طبعا مش بتابع لكل الاسهم، ولكن السهم انت بتطبق موديل، مش بتطبق كلامي على سهم بالظبط، انت بتطبق رو موديل. انا بقول لك السهم ده شوف مين اللي بيعمل زيه. بنيان كان بيعمل كده، اكت فاينانشال عامل كده، رميده عامل كده، في كذا سهم بنفس الموديل ده. مدينه مصر ومصر الجديده وزهراء المعادي وبالم هيلز وعامر، دلوقتي قلنا كل الاسهم دي ليها تارجتات بعيده. لما ممكن يكون عملها اسهم زي مصر الجديده ومدينه مصر عملوا التارجت بتاعهم ودلوقتي في نواهي المشوار، ولكن انت عندك زهراء ما عملش لسه حاجه مع طلعت النهارده. انا مثلا بعت زهراء النهارده، كنت معلق اعمل تريده ونسيت الاوردر واتنفذ على باين 17 18 او 17 19، وبعدين السهم جري تاني لما رايح اخده، لان الاسهم دي يا جماعه يعني
90% ما بتجريش اب فرونت كده، بتجريش زي العمود لفوق كده، ولكن بتجري زجزاج، تطلع تنزل تطلع تنزل، ويكون المحصله طلوع. وزهراء انا بتكلم عليه من اول 6 جنيه، ولما فاكرين لما قلنا خدنا مصر الجديده من 3.45 و3 ونص و3.60 نزلنا 6 جنيه، والسهم بعد كده كمل قرب السبعه، وركبنا زهراء المعادي. زهراء المعادي النهارده اول مره ينصفنا اهو ويعدي ويعمل ارقام كويسه. فالاسهم دي المفروض يكون معاك منها عامر جروب، برضو فيه زخم كبير وفي كميه سيوله داخله كبيره، مع تكنيكاليتي كويسه من الناس التكنيكال اللي بيتكلموا عن انه هو كويس، وليه تارجت ممكن يوصل 4 جنيه ونص، 5 جنيه، 6 جنيه. برضو ما عملش حاجه زي بالم هيلز وطلعت مصطفى عملوا حاجه. فدي الفكره، انك اسهم المؤشرات او اسهم التلاتيني او اسهم القيادات والمؤسسات لما تكون مريحه تجري فيها. ولكن الآفة او العيب بتاعنا او المشكله بتاعتنا الازليه ان احنا ما بنجريش ورا السهم غير وهو بيجري، اجري وراه. الاقي ناس تقول لي اسكندريه الطبي رايح فين يا باشا؟ ده طالع من 45 جنيه معدي ال 100 جنيه. تقول لي ده مصفر، اقول لك مصفر، ولو قلب عليك هتعمل ايه؟ والناس اللي طالعه ب 45 جنيه دول، يعني اللي داخلين من 45 وباعوا وهكذا. الاسهم الخفيفه دي يا جماعه بتبقى توتالي تحت، يعني تحت امره الميكر بتاعها او الراجل بتاعها اللي مسيطر على الورق. احنا قلنا ان اسكندريه الطبي التداول الحر بتاعه 3.5%، 4 مليون سهم، يعني توتالي اندر كنترول. يعني الراجل متحكم فيه 100%، ممكن يوديه 500 جنيه ولا حد يقف قصاده. ممكن يعمل زي توطين التكنولوجيا كده، تلاقي اسكندريه الطبي ب 500 جنيه وربحيه السهم 35 قرش عادي جدا. يعني فالورق ده ما حدش يسال عليه ويقول لا بيطلع وبينزل، ده يا جماعه تحت سيطره الميكر 100%. 100% عمرك ما هتقدر تعمل له حاجه ده. فعشان ما تخشش وتتحبس في اسهم زي دي، يعني لازم تكون حذر جدا. الاسهم الشركه او المركز كويسين وبيكسب، والكتاب بتاعه كان جميل ما شاء الله. احنا داخلين في الكتاب بتاعه من انجح الكتابات اللي حصلت وهتحصل. وتخيل كمان كتاب المرحله الثانيه، اي نعم التداول نسبه التخصص بتاعته كانت ضعيفه جدا 2 في الالف، ولكن تخيل واحد خد سهم بجنيه يبيعه 100 جنيه، يعني 100 في يعني 100 اكس يعني. بس طبعا اللي طلب، يعني كل واحد طلب مليون سهم جاله 2000 سهم. واصلا الماكسيمم كان 3 مليون، يعني اقصى واحد خد المفتري يعني دخل ب 3 مليون، خد 6000 سهم في البتاع، بس 100 اكس يعني خدوا ب 6000 جنيه هيبيعوا ب 600000 جنيه. ده طبعا اللي دخل ب 3 مليون. طبعا لو السهم طبعا فضل فوق ال 100 وشكله هيوصل فوق ال 100، لان هو الراجل اكتتب يعني الناس الهولدرز المين شير هولدرز بتوع الاسكندريه الطبي دخلوا الاكتتاب وخلوا التغطيه بتاعته قرب 98% ولا حاجه. فالناس معاها اسهم، الناس دي لما الاسهم هتنزل عايزين يبيعوها وعايزين يبيعوها بسعر كويس. طب اصلا التداول الحر كام؟ ده التداول الحر 4 مليون سهم، ولا كلام فاضي. فلما يجي يبيع السهم يعمل جيمه، يبيع السهم. المشكله ان هو عمل جيمه الطلوع بدري قوي. يعني لو كان عملها بعد شهر من دلوقتي، شهر ونص، قلنا بس الاسهم جايه يلا بينا، ده يعمل شغل كويس. لكن هو دلوقتي خدك اصلا في منطقه سعريه ثانيه يقعد يتداول فيها. انت تنسى اصلا اسكندريه الطبي ده كان بكام. يعني شهر فضل السهم شغال مثلا 115 114 112 100، انت عمال تقول السهم ده كان ايه يا جماعه؟ وانت طبعا نسيت خالص ان هو كان ب 45 و44. على فكره يا جماعه السهم ده طالع من 7 جنيه، والله العظيم كان معايا ب 6 جنيه و70 قرش الاسكندريه الطبي ده، وطلع وعمل اكتتاب، وحق اكتتاب السهم دلوقتي بما يعادل 145 جنيه. فطبعا يعني ايه زي ما بنقول رزق الهبل على المجانين يعني. عندنا ايه تاني؟ عندنا تايكون برضو سهم مجنون، عمال يلاعب الهيئه، هم يلعبوهم ودول يلعبوا فيهم ودول يلعبوا فيهم. طيب هتعمل ايه يا عم الباشا؟ هتكسر الدعم اللي عند 21.20، نزل تحته شويه وفضل نايم تحته شويه، بعدين هوب راح طاير النهارده تاني برضو حوالي 15% ولا 20%، وصل لغايه 24.80 ورجع تاني. فالاسهم دي يا جماعه خطر يعني. دي زي ما انا كاتب كده جنون اسهم المضاربات. انت ممكن تخش تكسب، ممكن تخش تتفرم، مش هيحميك غير الاستراتيجيه بتاعتك في تقسيم المحفظه واداره مخاطر المحفظه اللي بتقول لك خش في نسبه كام بكل واحد في دول. ودي طبعا احنا شارحينها في الفيديوهات البريميوم بقى ايه يعني ان شاء الله. على فكره شرحتها قبل كده، بس اللي يدور شرحتها قبل كده كتير في الفيديوهات بتاعتي وبالتفصيل والله العظيم، في الفيديوهات اللي كانت اوبن وفري ولسه مفتوحه لغايه دلوقتي. بس طبعا انا مش فاكر، انا في دردشات الويك اند اللي كان فيها رغي دي اكيد انا جبت السيره دي 100 مره، وازاي بنقسم المحفظه وازاي نقدر نحمي نفسنا من المخاطره. فتايكون خطر جدا، وكذا كان وان كان الخبر اللي جاي ايجابي، لان الهيئه قالت لهم اعمل وسوي واعمل وسوي، وادتنا مهله شهر تقريبا عشان نظبط كذا حاجه ونرد على كذا استفسار.
اللي جايه يعني الخبر اللي جاي ان تايكون هتقول والله انا ظبطت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، وهم يعني لعيبه بصراحه يعني، او الرد بتاعهم يبقى كويس وسريع، مفيش طبعا مماطله وقرف يعني. فتايكون كدخول جديد خطر، كدخول مضاربات لازم تكون متابع عن كسب، يعني انت شايف ايه اللي بيحصل. كنا قلنا ان الاستقرار تحت 21.20 هينزل تحت، ولكن السلبي بقى انه كان يكسر اخر لو عمله اللي هو 19.75 اللي هو كان لمس فيها في مره كده لما عملنا زيرو من كام يوم. ولكن النهارده هو لما وطلع ومن غير خبر، ممكن الخبر يطلع بكره يطلع بعده. لو طلع الخبر وعايز تعمل زيرو اعمل، بس لازم تاخد بالك ان هي هاي ريسك. اللي عايز يخش تايكون وياخد منها خير هو بعد الموافقه الرسميه من الهيئه على الاكتتاب. انت عارف لما الهيئه توافق على الاكتتاب يبقى المفروض تعمل، بس هم لا، بس هو لو الهيئه عملت الاكتتاب لا، يعني تايكون عنده حته ان هو اصلا كان واخد القرار في جمعيه عموميه غير عاديه، فلو الهيئه وافقت هتوافق على نشر النشر على طول. فلو الهيئه وافقت لتايكون على الاكتتاب هم هيروحوا منزلين نشره الاكتتاب بعدها ممكن خلال اسبوعين ولا حاجه، هنا تخش ان شاء الله حتى لو السعر اغلى من كده، ولكن داخل على بينه في اكتتاب في شركه قويه لها سابقه شغل قويه جدا، فهنا هيحصل ان شاء الله ان يبقى فيها مكسب، ولكن تكون داخل على بينه، غير كده مخاطرات او مخاطره في المضاربات. نيجي بقى للاسئله، اكتر اسئله بكتير بتجيلي الفتره اللي فاتت وهو على سهم بي اي جي. بي اي جي هي شركه لتجاره السيارات وقطع غير السيارات، بقالها كتير قوي الوضع متجمد فيها، النشاط بتاعها يعتبر هادي جدا، خسائر متعاقبه اكتر من 10 سنين من الخسائر، اكترهم كان من سنتين تقريبا، سنه 24 طالع في الميزانيه خساره ب 57 مليون جنيه. قلنا دي شرحنا في البوست اللي كنا عاملينه نتيجه تراكمات من فرق العمله، وحاجه اسمها اضمحلال الشهره، ان هم لما استحوذوا على شركات كانت المفروض هم ليها قيمه سوقيه اعلى من دلوقتي. المفروض ان مثلا لو انا استحوذت مثلا على اديداس مثلا، بس بلاش اديداس، اديداس دي شركه كبيره مش هتقل، لكن لو استحوذت على شركه ليها اسم مثلا في مصر بلبن مثلا، فاول ما يبقى طالع والهوجه طالعه دي بتبقى شهره كبيره، فانت بتدفع فلوس ضريبه او قيمه هذه الشهره بتاعت الشركه. بعد كده اسم الشركه بيبدا يقل شويه شويه ودخول منافسين وما اعرفش ايه، فلما تيجي تقيم الاسم بعد كده ما بتقيموش بنفس القيمه اللي كان عليها وقت التوهج بتاعه. فدي حاجه اللي هي اضمحلال الشهره بتبسيط مخل شويه. فرق العمله ان الشركه دي عندها شركات بره مصر وراس مالها بالدولار، لما بتيجي قلنا تعمل تحويل من دولار لمصري، لو كان معاها حاجات بالدولار زمان على مثلا واخده فلوس من او بضاعه بدولارات زمان وجايه المفروض ترد هذه الدولارات دلوقتي، كانت حولتها لمصري وجايه ترد الدولار ده دلوقتي، فبعد ما هي كانت محوله الدولار ب 6 جنيه و7 جنيه جايه تحول دلوقتي ب 50 و51 و52، ففرق عمله كبير جدا. فدي هي اسمها فرق تقييم العمله اللي بتعمل خسائر احيانا لما تكون حولت الدولار، تكون حاجه عندك اصلها بالدولار وتحولها لمصري تشتغل بالمصري، تيجي تحول دولار تاني لو الدولار عالي هياكل كل مكاسبك. وهي دي المشكله في تعويم الجنيه بالنسبه للدولار او فرق تقييم العمله للخسائر اللي حاصله في بي اي جي. طيب السهم لما نوهنا عنه كان اتحرك من اول ما هم قالوا ان احنا هنعمل اعاده هيكله، وهم كانوا طالبين اكتتاب من سنتين تقريبا، والهيئه علقت على كذا حاجه منها اضمحلال الشهره ومنها بعض الملاحظات في القوائم الماليه. رجعت الشركه صحيت من جديد مع صحيان رئيس مجلس الاداره، واللي ناوي المفروض يهيكل الشركه تبع الافصاحات اللي هم كاتبينها ان هو يعيد هيكله الشركه، وبقى تظبيط الشركات اللي هي التابعه وممكن استحواذ على شركات تانية. والراجل لو رجعت الاخبار الموجوده على السهم وموجوده على الراجل نفسه هتلاقيه ان هو كان استحوذ مره او مرتين او 3 مرات كده على حصص في شركات وباعها بمكسب، فده يقول ان هو يعني لو هو راجع تاني للنشاط على السهم فمفروض ان السهم يعمل شغل كويس، وده ممكن يكون من النقط المؤثره جدا في اختيار السهم ده. ان احنا قلنا قبل كده شوف السهم اللي عليه جيمه او شوف السهم اللي عليه هم ناويين يطلعوه او اعاده هيكله، سواء كانت بقى اعاده الهيكله دي صادقه طبعا ده بيبقى اقوى حاجه في الدنيا، لان السهم بيطلع وياخد مشاوير كتيره زي هيبكو مثلا لما قلنا عليه من الاول، او السهم طالع يعمل بوليكه كده يعني نص نص ويرجع، وده طبعا لازم ناخد بالنا منه ونقدر نحكم على كل شركه وكل سهم هيعمل
صادق في اللي هو بيقوله او غير صادق من تسلسل الاحداث. يعني انا سهم او شركه قلت اعمل، والله انا عايز اعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، عمل واحد اثق فيك 5%، عمل اثنين 15%، عمل ثلاثه 25 30%، وهكذا. لان كل لما بتعمل خطوات ورا بعض الثقه عندي بتزيد في ان الورقه داخل فيها واحد ناوي فعلا ان هو ياخدها في رقم ويسلمها في رقم تاني. والسهم ده على فكره متاخر جدا عن السوق، يعني يعني دلوقتي السهم قرب 36 قرش، ده هاي من 3 سنين، ما جابش الرقم ده من 3 سنين تقريبا، وده تقريبا الهاي بتاع السهم. انا ما اعرفش قبل كده كان اعلى من كده ولا هو عمل طبعا كتابين تقريبا قبل كده، واخر كتاب ده اللي هو اتوقف قبليها. فالموجود دلوقتي ان 36 قرش ده هاي للسهم ما جابوش من سنين. فالسهم طيب فيه شراء، في ناس بتشتري، ولكن انا كراجل اقصى حاجه عندي او اهم حاجه عندي هي الامان. فدخلت وخرجت بمكسب حوالي 50% في 4 5 جلسات. ومفيش حد طبعا عشان يقول لي، ناس بقى اللي احنا عارفينهم اللي بيطلعوا على المنصات ويقعد يشكك ويقعد يقول الكلام اللي الواحد زهق منه ده، واللي الواحد اصلا بسببه بطل الفيديوهات بطل الكلام. يقول لك ده احنا لبسنا في السهم، ادي السهم يا سيدي بعد كذا جلسه من اللي احنا قايلين عليها، وانا شخصيا خرجت والسهم في توب. ناس سالتني لما نزل اخبار خوفتهم يوم الخميس والسهم عمل داون وبعدين هاي، قلت له هتبيع بمكسب يوم الاثنين، وادي يوم الاثنين جه والسهم مصفر اب. فاي حد دخل يا جماعه خرج ناس خرجت من اول 50% مكسب لغايه 100% مكسب. ومش هقول لك انت خدت معايا في اليوم اللي انا خدت فيه لما صحيت بدري وقلنا وعملنا الاوردر وخدنا الساعه 8:45 الصبح، يا عم خدتها بعدها بيومين، خدت ب 24 قرش، خدت ب 26 قرش. السهم النهارده ب 36 قرش، يعني على الاقل برضه عامل لك 30 40%، بكره هاي كمان يعمل لك كمان 50%. فالطمع ان انت تخش بنسب كبيره انا غير مسؤول عنه تماما. انا نفسي بقول لك انا بره السهم. انا دخلت السهم النهارده البي اي جي تاني، برضو للاسف النهارده ما كنتش متابع كويس، بس خدت لي حته كده في اخر ساعتين من الجلسه قبل ما يصفر عشان بس يبقى قدامي، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان السهم لما بيمشي من قدامي انا ما بفتكروش. زي لوتس، الناس بتسالني على لوتس بيقول لي وانت مش في لوتس انت خرجت منه، بقول لهم والله انا بعته في مره تريده ورجعت ما خدتوش تاني ونسيته، السهم ما بقاش يجي قدامي اساسا. فعشان كده خدت النهارده جزء يعني لا يذكر. يعني عايز اقول لكم تقريبا الراجل هو اداني وراح مصفر ونفذت تاني، فاداني مثلا 6000 سهم حاجه كده، يعني حاجه كده ب 2000 جنيه. بس اهو السهم كده كده قدامي في المحفظه في سندر عشان اعرف على الاقل بيتحرك بيروح فين. لان تايكون ولوتس انا براهم دلوقتي وما باخدش بالي والله هما بيعملوا ايه. فده بالنسبه لبي اي جي. نكمل. الشركه حطت الهيئه ردت عليها في بيان الحاجات اللي المفروض تعملها عشان ترجع توافق على الافصاح، اديتهم مهله تقريبا لغايه يوم 21/7. 21/7 ده اللي هو تقريبا بعد 5 ايام. طبعا ده ضرب من الجنون ان انت تعمل السبع 8 حاجات اللي هم طالبينها ده في 7 8 ايام. ده انت لو رئيس الهيئه مش هتعرف تعمل الحاجات دي. فدلوقتي الخبر اللي جاي على الشركه مش عارفين هل هم يطلعوا قوائم ماليه فيها ربحيه بتاعت اللي هي منتهيه في 31/3 فالسهم يكمل زخم ويفضل يطلع، ولا الهيئه هتقول بيان ان هم ما عملوش الحاجات المطلوبه منهم. وده طبعا مش هيعملوا يا جماعه. الجمعيه العموميه غير العاديه مثلا لاستمرار الشركه بعد تحقيقها 50% من الخسائر، ده لوحده عايز له 3 اسابيع لشهر. فتخيل بقى يعني. فالموضوع مستحيل ان هم يفولفيل الكرايتيريا قبل 21، ولكن ممكن السهم يكمل لو الراجل اللي جواه عايز يكمل في البيع او يكمل في الاب ترند اللي هو عامله ده. ومع انه غريب لانه طبعا مال يكسر مقاومات وطالع زي السلم ما بيوقفش، فممكن يفضل شغال لغايه يوم 21. ده شغال، ممكن يفضل شغال ويطلع لك خبر واثنين يشتغل بيه ويوصل لغايه 50 قرش مثلا. ولكن لما خبر الهيئه هينزل فده هيفسر على انه سلبي، ان الشركه ما قدرتش تقوم بالمطالبات بتاعه الهيئه، وان الهيئه بقى هتديها مهله تقول لهم بقى اعملوا الحاجات دي على مهلكم. ولكن طبعا هيكون زي ايه، اشاره تحذير من الهيئه على السهم. ولكن السهم ممكن يكمل في سيوله، ولكن زي ما قلنا نرجع تاني ونقول ونأكد ان اهم حاجه هي الامان، مش مجرد ان انا اكسب. احنا عندنا اهو بي اي جي عامل 100%، اسكندريه الطبي عامل 100%، وعلى اختلاف طبعا ونوعيه الاسهم. ولكن انت ممكن تاخد جزء من الربح وتكتفي وتطلع، ممكن تكمل لو انت عندك جزء المخاطره عاليه او انت قادر تتابع يوميا. ولكن دخلت البي اي جي
التقيله، او ان انا ياخد عندي في محفظتي جزء بقى محترم 15% 20%، امتى؟ لو الهيئه وافقت على خطه اعاده الهيكله ويسبقها يعني تحركات مؤثره وحقيقيه من الشركه لاعاده الهيكله. يعني عملت من النقط 1 2 3، الهيئه مش هتقف قصادها وتقول لها يلا بينا نعمل ال الزياده، ولكن ناخد بالنا ان هم عندهم حاجات كتير جدا هتحتاج وقت كتير عشان تتظبط. فمضاربه ضارب ولكن بحرص، تايكون ضارب ولكن بحرص. انا عن نفسي يعتبر بره الورقتين، والجزء اللي احنا واخدينه في بي اي جي ده لا يذكر. ده بالنسبه للبي اي جي. عندنا بقى كتابين دلوقتي المفروض ان احنا مقبلين على المرحله الثانيه بتاعتهم، وهم فيوتشر كير تقريبا ناقص 700,000 سهم، الكتاب اتغطى 97.5 تقريبا. وعندنا اسباير كابيتال، الكتاب اتغطى بنسبه 92.5%، لان اسباير كابيتال ده يعني في ناس اصلا مش هاممها الاكتتاب ولا دماغها فيه. اعتقد ان هو برضو ممكن يعمل طلعه كويسه مع نزول الاسهم. وفيوتشر كير طبعا مضارب عنيف جدا، هيعمل اكيد جيمه وقت نزول الاسهم وقبلها، ولكن برضو هذه الاسهم تعد في نطاق المضاربات. هيبكو بسرعه لان ناس كتير بتسالني عليه. قلنا بس مش عارف والله انا شرحت الكلام ده فين. هيبكو ولوتس هي المفروض ان بعد التوزيع السهم بيهدي شويه، قليل قوي لما سهم يطلع قبل التوزيع. دايما بيعرض التوزيع يجي ياخده ينزل شويه، وبعد كده لو عنده خبر تاني يطلع يرجع تاني. ولوتس وهيبكو الاثنين زي بعض، عندهم التوزيع وبعد التوزيع عندهم اكتتاب، وهيبكو طبعا اقوى من لوتس وكمان بدري، يعني تقريبا اخر يوم الاربع، وتقريبا لوتس يوم 26/7. رغينا كتير النهارده، بس برضو كنت وحشني والله، وقلنا نلف كده على كذا سهم نتكلم عنه. مفيش في دماغي بصراحة أسهم تانية. أكتوبر فارما النهارده اتحرك، كنا عمالين نقول شراء لسالنا دلدل يعني عند 340، وبرضو لما طلع النهارده الناس هتشتري. قاهرة أدوية قلنا تحت ال 400 جنيه اشتري، وبرضو الناس ما اشترتش، وبقى ل 480 يقول لي اشتري يا دكتور. يا عم حرام عليك، تشتري ماذا تشتري؟ الصوامع عاجبني ان هو ما هيبرش، يعني طالع ستيب لادر كده، طالع واحده واحده، وليه طالعه فوق ال 300 جنيه. عايز تاخد قرب ال 260 258 255 انت وشطارتك. الدخله الامان بتاعته كانت 340 300 حاجه و30 38، ولكن انت خدت ريسك زياده شويه، لكن السهم معرض لسه، ولسه ليه طالعه هو والمطاحن. المطاحن اتكلمنا من اسبوع كده المفروض تطلع، ولكن هي لسه نايمه في الخط شويتين. انا كنت خدت مطاحن شرق وبعتها النهارده بمكسب كويس، مكسب حوالي 12%، بس كنت واخد جزء صغير خالص. والله ممكن يكون والله ما انا عارف المكسب كان كام، باين 11%. بس الدنيا كانت انا خدته تقريبا ب 30 وبيع، لا خدته ب 30 والله يا جماعه ما انا فاكر، خدته بحاجه و20. المهم يعني الحمد لله مكسب، طالع بمكسب يعتبر كويس. ولكن لسه طلعت المطاحن ما طلعتش، طلعت الادويه لسه برضو، دي برضو يعني تحفيره في الارض كده. وطبعا القاهره دايما بيبقى عنيف دايما في الطلعه دي، وزي ما قلنا ان القاهره ادويه، الصوامع، السعوديه المصريه، كل الاسهم الخفيفه دي لما تهايبر ما تشتريش. لما تهايبر يا تبيع جزء في اول يوم الهايبره وتاني يوم، يا اما لو صفر ممكن تمسك ايدك وتبيع تاني يوم. لكن شفتوا سيناريو القاهره ادويه يا جماعه كل مره بيتكرر، تطلع جامد وبعد كده تهدي تاني جلسه، دي اللي بنحكم عليها. لو طلع كسر الهاي بتاع النهارده، يعني لو بكره طلع كسر الهاي بتاع النهارده، يبقى لسه مكمل شويه، تقل ايدك شويه وبيع على مثلا فرق 10% من اعلى سعر جابه النهارده. طب افرض ما جابش الهاي وطلع كده قرب وراح نازل تاني، لا غالبا هيريح ويفضل يعرض تاني عند نقطه معينه. القاهره ادويه والسعوديه والاسهم دي غالبا ما بتطلعش يومين ورا بعض، ولو طلعت يومين ورا بعض ما بتطلعش التالت. فدايما انا ببيع جزء في الاول وجزء تاني يوم، او جزء تاني يوم وتالت يوم بالكتير. لكن بعد كده هي دايما بتنزل وتدور على ارض جديده تتداول حواليها. زي القاهره ادويه ده كان 250،
بقى 350 دلوقتي، بقى 400 اهو، بقى 350 دلوقتي اهو 470. ممكن يرجع بقى بعد الهاي اللي عمله ده، يضرب بكره مثلا 490، ينزل بقى 440 450، يقعدك فيها شهر كمان، يزهقك عشان تخرج. لكن كل المحصله بتاعت الاسهم دي بتبقى طلوع، وطلوع كبير جدا. ارجع للقاهره ادويه دي من سنه ولا سنه ونص هتلاقيها ب 90 جنيه. واكتوبر فارما كان ب 90 جنيه برضه، وطلع 190 جنيه، وبعد كده طلع 290 جنيه، ودلوقتي داخل 390 جنيه. وانا بقول لك ان شاء الله اكتوبر فارما ده مع التوزيع اللي هو برضه قرب سهم لكل سهم ان شاء الله، هيعمل ممكن 50% من الارقام دي. ولكن دايما يا جماعه اشتروا السهم وهو مهدي، مش وهو بيجري. دي نصيحه النهارده. اسالكم الدعاء ليا ولزوجتي ولابني، ربنا يا رب يرزقكم دايما الخير كله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.